السلام عليكم أصدقائي. حل مشكلة عدم التصدير أو عدم الحفظ في برنامج كين ماستر، حل نهائي وجذري وحلول بسيطة في هذا الفيديو إن شاء الله. اللي حابب التعرف على كيفية حل هذه المشكلة تابع الفيديو إلى النهاية. بسم الله، نتجه إلى برنامج كين ماستر. لا ننسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد ومفيد وممتع إن شاء الله. ندخل على برنامج، تالي نختار مقطع فيديو أو صورة، مثلا هاي الصور، نزول إلى المشروع، نمنتج المشروع كمثال. خلصنا المشروع، نجي نريد نحفظ المشروع أو تصدير المشروع، نضغط على تصدير المشروع. من نجي على تصدير المشروع نعطيه حفظ، ما ينحفظ المقطع الفيديو أو يقول لا يمكن التصدير. أول شغلة نعملها هي نخلي معدل التباين معدل البتات على 8 أو 7، إلا هاي 8 بالضبط، 8 و8 وشوية ماكو مشكلة، ونعطيه حفظ. إذا ماكو حفظ نرجع على الخطوة اللي بعدها إلى الخلف، نضغط على السهم اللي بالجهة اليسرى بالأعلى، نتجه إلى الإعدادات، نضغط على الإعدادات. أول حال هو إعادة معلومات قدرات الجهاز. أضغط على معلومات قدرات الجهاز، بعدها 3 نقاط اللي بالجهة الأعلى بالجهة اليمين تضغط عليها، تشغيل التحليل الآن. هذا أول حل وهو تشغيل التحليل الآن. اضغط على تشغيل التحليل الآن. يعد تحليل أداء الجهاز إجراء لمرة واحدة، يوفر لك توافقا محسنا مع كين ماستر وميزاته. تضغط على تشغيل التحليل الآن. جاري تحليل الأداء الجهاز، الرجاء عدم إيقاف كين ماستر أو التبديل إلى تطبيق آخر أثناء إجراء التحليل. يعني لا تخرج من كين ماستر وتروح لغير تطبيق، ظل انتظر إجراء التحليل. أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد ومفيد وممتع إن شاء الله. وإن شاء الله الأيام اللي جاية مقاطع فيديو جميلة ورائعة، وإن شاء الله كلها مفيدة. اضغط على اللايك واجعل اللون من اللون الأبيض إلى اللون الأزرق، واضغط على اشتراك وحول اللون من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض. الآن جار التحليل. لاحظ صديقي المتابع، ما خرجنا من التطبيق، ظلنا ننتظر لحد ما ينتهي التحليل. بقى الشيء القليل. هسه انتهينا من تحليل الجهاز. هسه خروج اكس
نرجع إلى المشاريع. مشروعنا يصير أول مشروع نضغط عليه، حفظ، نضغط على حفظ لأن نخلي على معدل البتاد على 8 أو أقل من 8 بشي قليل ماكو مشكلة، أو أكثر من 8 بشي قليل هم ماكو أي مشكلة. تضغط على حفظ، تخطي، جاري الحفظ وبكل سهولة إن شاء الله. إلغاء لأن ما أريد أحفظ، هو مجرد مثال. الحل الثاني إذا ما نجح عندك هذه الطريقة، يوجد حل ثاني، اكس خروج، رجوع. همين نذهب إلى الإعدادات، الضغط على الإعدادات، خيارات، النزول إلى الأسفل إلى نهاية الإعدادات اللي كلمة إعدادات متقدمة واختبارية، أضغط عليها. خيارات، نختار وضع طبقات الفيديو غير محدود، تشغيل. قد يتسبب استخدام ميزة التطبيق غير محدودة في إيقاف تشغيل التطبيق أو حدوث مشكلات غير متوقعة بسبب تجاوز مواصفات الأجهزة. هل أنت متأكد بأنك تريد استخدامه؟ نعم، استمر بأي حال. الضغط عليها، صار عندنا تشغيل. الرجوع إلى المشروع. حفظ، تضغط على حفظ، تخطي. إن شاء الله تنجح عندكم هاي الحلين، جاري الحفظ وبسرعة. أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد ومفيد وممتع إن شاء الله. اضغط على اللايك واشترك بالقناة، وإن شاء الله الأيام اللي جاية فيديوهات مفيدة. تحياتي أصدقائي.